يا مساء الفل. النهارده معادنا مع ابسط جديده. النهارده بنتكلم عن السي جروبس، ودي الكيرنل فيتشر اللي في الكونتينرز اللي اقدر بيها اتحكم الكونتينر ده يقدر يستخدم ريسورسز قد ايه. لو فاكرين المره اللي فاتت اتكلمنا عن نيم سبيسز. النيم سبيسز اكتر كانت بتكنترول ايه اللي الكونتينر يقدر يشوفه، ايه الحاجات اللي هو يقدر يستخدمها ويشوفها حواليه كنتورك، كبروسيسز. السي جروبس اكتر ايه اللي هو هياخده من ناحيه الريسورسز، سي بي يو، ميموري، و نتورك باندويث، وانبوت واوتبوت. فاحنا تعالوا نتخيل الهوست ماشين دي كانها بيتزا، والسي جروبس هي اللي بتحكم او بتقرر كل كونتينر هياخد كام سلايس. البروبلم ما قبل السي جروبس انه كونتينر واحد بيبيهيف بشكل غلط وانا مش مستخدم السي جروبس، مش حاطط ليميتس خالص، هو ممكن يستارف ويستخدم كل السي بي يو والميموري الموجودين في الهوست ماشين، هيعمل ليه مشكله. ولو حصل له مشكله ان هو سحب كل الميموري، الهوست كله هيقع. فده بيبقى performance مش predicted خالص في البرودكشن. السي جروبس يتحكموا في ايه؟ زي ما قلنا السي بي يو، وده اللي هو البروسيسنج تايم اللي الكونتينر يقدر ياخده. الميموري، وده اللي هو الماكسيمم رام الكونتينر يقدر يستخدمه. الاي او، ده الديسك ريد ورايت سبيد. والنتورك سبيسيفيكلي الباندويث. طب ليه ده مهم في البرودكشن؟ انا بستخدمها عشان اقدر اجارنتي كل كونتينر من الكونتينرز بتاعتي بادجت معينه من الريسورس يقدر يستخدمها، ليه حاجه يستخدمها وليه سقف في الاخر ما ينفعش يعدي. ولو الكونتينر ده حصل له مشكله لوحده، هو مش هيأثر على النيبرز بتاعته، لان كل واحد انا ضامن ليه الريسورسز بتاعته هو، بغض النظر عن باقي الكونتينرز. فبيخليني شويه بريدكت في البرفورمانس بتاع كل سيرفيسز. انا عارف كل سيرفيس انا مديها قد ايه، فاقدر بريدكت هي ده تستخدم او تستحمل لود قد ايه. فده المنتال موديل بتاعنا. انت عندك هوست ماشين وكانك بتقطعها، كونتينر واخد 2 سي بي يو 512 ميجا بايت رام، كونتينر تاني واخد 1 سي بي يو 256 ميجا بايت رام، والتالت 1 سي بي يو 256 ميجا بايت رام، وهكذا. طبعا الاثنين مهمين مع بعض. نيم سبيسز هو الايزوليشن، الكونتينر ده يقدر يشوف ايه، ودي حته مهمه قوي عشان الكونتينر ما يستخدمش حاجه بتاعت كونتينر تاني. والسي جروبس ريسورس كنترول زي ما كنا بنتكلم. والاثنين دول هم كيرنل فيتشرز، وده اللي بيخلي فكره الكونتينرز اصلا فكره ينفع تتطبق ومن غير ما استخدم الهايبرفايزر خالص، واقوم بي امز او فيرتشوال ماشينز كامله بدل ما استخدم كونتينرز اللي هي اللايت ويت. الديمو اللي احنا هنجربه هنا سيمبلي انا هرن كونتينر انجن اكس كونتينر، هسميه سي جروب ديمو. في فلاجز في دوكر هي اللي بيها بقدر شويه ابلاي الفكره بتاعت السي جروبس زي الميموري سي بي يوز. فانا بقوم كونتينر بقول له انا مديله ميموري 59 ميجا بايت رام، ومديله هاف او نص سي بي يو، وابتدي ارن كوماند اسمه ستاتس، وابتدي اتفرج على اليوتيلايزيشن واليوزج كومبيرد بالليميتس للميموري او للسي بي يو. تعالوا نرن كده الكوماند مع بعض ونشوف ايه اللي بيحصل. هاجي افتح التيرمينال. اوكي، فاحنا هنا في التيرمينال هنرن الكوماند اللي احنا خدناه من هنا، ناخده هنا كوبي ونعمل رن للكوماند ده. هنا عمل لي رن للكونتينر، هلاقي الكونتينر هنا موجود up and running، وابتدي انا عايز اشوف الستاتس بتاعته. ببساطه كل اللي انا بكتبه بكتب دوكر ستاتس واسم الكونتينر اللي هو سي جروب داش ديمو. كل اللي بيحصل بيقول لك اهو البرسنت اوف سي بي يو اللي واخدها ايه، الميموري يوزج دلوقتي كام ميجا بايت، والليميت 256. فالليميت اتعمل له سيت مظبوط بالفيتشر بتاعت السي جروب على الكيرنل ليفل، وبالنسبه للكونتينر فهو ده فعلا الفاليو اللي شايفها. وهنا بيجيب لك البرسنتج يوزج كومبيرد بالليميت، وهنا الانبوت اوتبوت، وده البروسيس اي دي رقم 9. اوكي طيب، فدي ازاي اقدر اديفاين ليميتس بفكره السي جروب سي بي يو للميموري،
وازاي اقدر اشوف اليوزج. وطبعا دي حاجه ممكن ابقى بتفرج عليها وانا مثلا عامل كونتينرايز للباك اند ابلكيشن بتاعي، وبجرب استخدمه واشوف ايه اللي بيحصل في الميموري في السي بي يو، عشان كده امبروف وانهانس الكود بتاعي عشان ايوتلايز الحاجات دي اكتر والريسورس دي اكتر. تعالوا نعمل كلين اب للكونتينر نمسحه. فانا بالنسبه لي كده احنا عملنا كفر للنيم سبيسز، عملنا كفر للسي جروبس. المره الجايه هنتكلم عن الفايل سيستم، ازاي الكونتينر بيبقى عنده الفايل سيستم بتاعه بغض النظر عن الهوست خالص. فكره الريد اونلي لايرز والرايتبل لاير، في تفاصيل كده ادفانس هنتكلم عليها المره الجايه. وده الكومبوننت اللي يكمل فكره ان ازاي الكونتينر ده هو حاجه منعزله تماما عن اي حاجه تانية ليها علاقه بالهوست مش اللي هي بترن عليه. النهارده الابسود ما كانتش تقيله قوي، انا عارف هي بسيطه عشان نقدر نجراسب كده الكونتنتس واحده واحده. واشوفكم يوم السبت الجاي. يلا سلام.